يعني في مدن من اللي احنا كلمناهم بتشجع على العصيان المدني، ومدن اخرى مثل دمياط ضد هذا، لانه يعني مدينه صناعيه مش عايزه توقف اعمالها. طبعا مراسلنا في بورسعيد بيقول انه الاهالي في بورسعيد متضايقين من التصريحات اللي بتقول انه من يعني يقف في المظاهرات هم بلطجيه زي ما هو قال المراسل. رايك ايه؟ طبعا هاخد رايك بعد كده. هو مش زي ما قال المراسل بس، وزي ما قال زميلنا الضيف. الحقيقه هي في بشرة خير في الموضوع. ان نفس هذه الالفاظ استخدمها اعضاء الحزب الحاكم في 2008 لوصف اضراب المحله. مجموعه من البلطجيه. طبعا المحله هي كمان، والمحله كمان هي اكيد عارفين هذا الدرس قبل كده، وعارفين هذا الكورس الممنهج اللي بتمارسه اي سلطه طاغيه. لم يتحدثوا عن الامن، لم يتحدثوا عن السلاح في الشوارع، لم يتحدثوا عن غياب الداخليه، لم يتحدثوا عن تامين مدينه بورسعيد في حكم وارد انه كان يبقى سلبي او ايجابي، لم يتحدثوا عن فشلهم في تامين الاماكن الحيويه في المدينه، لم يتحدثوا عن الاعتداء على الاموات اثناء الجنائز، لم يتحدثوا عن قنص الشباب في الشوارع وادعاء الرئيس بنفسه ان هذا تم بجوار سجن بورسعيد، وهو على النقيض تماما. سجن بورسعيد موجود في وسط المدن منطقه سكنيه، وفي منطقه ايضا على اطراف المدينه، والقتل كان في وسط المدينه وعلى الشواطئ وفي الحواري وكلها اصابات مميته. لم يتحدث على استهداف المواطنين اللي كان احنا مات عندنا شهيد شرطه ضابط ومجند فقط، والباقي من ابناء الشارع. الشعب البورسعيدي غاضب لمثل هذه التصرفات، غاضب للتعامل في حالة الطوارئ، غاضب يعني الاستخفاف بالمشكلة أنها قضية 400 مليون جنيه تاخدها بورسعيد وخلاص وعلى كده الموضوع انتهى. هي حالة ناس في وادي تاني، ناس مش حاسة بمشاكل المواطن، ناس مش حاسة بأولويات الشارع. عايز لماذا الغضب؟ الناس غضبانة ليه؟ الامتداد العصيان اللي بيتوصف انه بلطجة وهو حالة في منتهى الرقي للتعبير عن الغضب وهو الامتناع عن العمل. أحب أقول للزملاء وللمشاهدين إن النهاردة تجار قطع الغيار السيارات دول معهم فلوس، عندهم عمالة، مش محتاجين حاجة من حد، ما حدش يقدر يضغط عليهم. النهاردة توقفوا عن العمل. هل كان هناك من يجبرهم؟ لا يليق ابدا ان تصف في القاهره ان هناك في بورسعيد. ما بورسعيد فيها منطقه قطع غيار سيارات. احب ابشرك ان يوم الاحد شركات البترول والغاز العمال فيها سيمتنعون عن العمل وهو ما اصدروه النهارده. احب ابشرك ان عمال الترسانه والرباط بدون ما حدش يقدر يمنع الناس دي اصلا من العمل، ولا حد يقدر يقف يقول لهم ما تشتغلوا وما تشتغلوش. اعمال طوعيه. انا حزين ان احنا بنوصل لهذه الدرجه، ان انا اللي شايفه الناس اللي في الحكم مش شايفينه، بيتجنبوا رؤيه الحقيقه في الشارع ويحاولوا ان يضللوها ولا يعالجوا القصور فين. لا، ده احنا بنقول ده هناك من اسمع، احب اقول لك انا امول هذه البلطجه. إذا كان وصفها بلطجة فأنا أدعم هذه البلطجة، إذا كان التعبير عن الرأي بلطجة فأنا أول واحد يقف وراء البلطجة اللي بيقوم بها أهل بلدي، كما وصف للأسف قيادات الحزب الحاكم واعضاء مجلس الشعب والشورى الممثلين للحزب الحاكم اللي طلعوا امبارح في مجلس الشورى وفي القنوات التلفزيونيه يقولوا عايزين نعمل كشف بصمات على الناس اللي بتطلع في التظاهرات. شعب بورسعيد بالكامل في الشارع، وسياده النائب عايز حضرته ينزل يعمل فيش وتشبيه للمواطنين. حاله استخفاف بالعقول واستفزاز ان عندما تصدر الجريده الحزب الحاكم وتقول انه عصيان في شنك، عصيان في شنك. يعني توقفت بورسعيد وخرج الرئيس ليكون 400 مليون جنيه والجريده ما زالت تمارس التغييب وتقول انه عصيان في شنك. طيب قبل ما